لو قلتلك إن السنين اللي انت افتكرتها ضاعت من عمرك على الفاضي، كانت أهم سنين في حياتك، هتصدقني؟ أكيد لأ. بس استنى، ما تستعجلش. اسمع الفيديو للآخر وانت هتفهم. السنين اللي انت كنت فيها بتسعى وبتتعلم وبتجتهد، ماشي في طريقك ومكمل، مستني تشوف أي نتيجة، لكن ما كانش في حاجة بتتغير. أو على الأقل انت كنت فاكر كده، فاكر إن الأيام بتعدي وانت واقف مكانك، لكن ده مش حقيقي. خليني أحكي لك حكاية صغيرة هتفهمك أنا قصدي إيه. حكاية ولد كان بيحلم يزرع شجرة توت. في يوم من الأيام راح مع جده المزرعة، زرع معاه بذرة لشجرة توت عشان هو بيحبها. ومن كتر ما هو بيحب التوت كان مستعجل، كل يوم يجري يبص على الأرض ما يلاقيش حاجة، مستني الشجرة تطلع، بس يتفاجئ إن الأرض لسه زي ما هي. عدى أسبوع، أسبوعين، بص لجده وقال له الظاهر إنها ماتت. جده خده من إيده وخد معاه عصاية صغيرة، غرسها في التراب وقال له شايف، دي مش أرض فاضية، تحتها في حياة كاملة شغالة دلوقتي، جذور بتبني نفسها، ولو استعجلتها انت مش هتساعدها انها تكبر، بالعكس انت هتموتها. الطفل فهم، وبعد شهور رجع تاني للمزرعة. وقتها لقى الشجرة كبرت وبدأت تطلع توت. ووقتها فهم إن البذرة كانت محتاجة وقت وصبر عشان تبقى شجرة قوية وتطلع التوت اللي هو بيحبه ونفسه فيه. هو كان فاكر إن مجهوده راح على الفاضي، وإن الشجرة عمرها ما هتطلع، بس الحقيقة إنه ما كانش شايف إيه اللي بيحصل تحت الأرض. إحنا كمان زي البذرة دي بالظبط. السنين اللي انت بتسعى فيها وبتجتهد وبتتعلم مش عمر رايح منك على الفاضي، بالعكس، أي خطوة بتاخدها، أي سعي ومجهود بتعمله، ممكن يكون بداية لطريق جديد انت لسه مش قادر تشوفه. يمكن اللغة الجديدة اللي انت اتعلمتها ما كانتش هي الهدف، لكن الأكيد إنها فتحت لك باب هيغير حياتك. يمكن الكتاب اللي انت قريته ما كانش سبب نجاحك، لكنه غير طريقة تفكيرك، خلاك تاخد قرار غير كل حاجة في حياتك. يمكن كل محاولة فشلت كانت بتعلمك حاجة ما كنتش هتقدر تتعلمها لو نجحت من أول مرة. احنا بنحسب الوقت بالنتائج، لكن الحياة ما بتتحسبش كده. سعيك ومجهودك وتعبك السنين اللي فاتت ما راحش على الفاضي. دي كانت مرحلة إعداد. النجاح بيحتاج أساس متين قوي، بيحتاج لإنسان واثق من نفسه، عنده الأدوات والحكمة والقدرة على اتخاذ القرار، عشان الفرصة لما تظهر له يقدر يحولها لنجاح بمنتهى السهولة. خليك دايما واثق، سعيك وتعبك عمرهم ما بيروحوا على الفاضي. هتلاقي نفسك اتغيرت واتطورت من غير ما تحس، حتى لو مفيش إنجاز ملموس في حياتك. اوعى تيأس، صدقني مفيش مكان لليأس. اليأس هو أكبر عدو ليك، لأنه بيخليك تحس إن كل اللي فات راح على الفاضي، وإنك محققتش أي حاجة رغم كل السعي والمجهود اللي انت عملته. اليأس بيتمكن منك
ويخليك تسيب الطريق في أسوأ لحظة ممكنة. يمكن كنت على بعد خطوة أو محاولة اللي هتوصلك لحلمك، بس انت اليأس اتملك منك وما بقتش قادر تكمل. وهو ده الاختبار الحقيقي، هو ده الفرق بين الناس اللي بتحقق أحلامها والناس اللي بتقع في الطريق. النجاح له تمن ومش بيحصل صدفة. كل لحظات التعب والجهد والدموع اللي نزلت من عينيك وانت لوحدك في لحظة يأس وإحباط، ربنا شايفها، لكنه سايبك تكمل في رحلتك اللي بتجهزك لنجاح كبير يمكن أكتر من اللي انت بتحلم بيه. بيخلي عودك ينشف عشان يوم ما توصل للنجاح اللي بتحلم بيه تقدر تحافظ عليه. اوعى تشك في نفسك، اوعى تشك في حلمك، واوعى تتخلى عنه. خليك فاكر دايما ان الوقت اللي بتزرع فيه بذرة نجاحك هو اكتر وقت محتاج منك صبر وقوة وإيمان، لأنك لسه ما وصلتش لنتيجة تشجعك وتخليك تكمل. ساعتها إيمانك بحلمك هو اللي هيخليك تكمل وتستحمل. الأحلام بتتحقق للي بيؤمن بيها. احلم واسعى واصبر، وصدقني حلمك هيتحقق وحياتك هتكون أحلى.